هو ينفع واحد يكون جايب 70% في الثانويه العامه او 170% في التارجت بتاعه يبقى مدير حد ويترقى فوق واحد جايب 120% في الثانويه العامه او 120% في التارجت بتاعه؟ ليه بقى؟ كنت قاعد مره مع ناس كده بدي ورك شوب يعني في احد الشركات، فكانوا الشباب اللي قاعدين كانوا شغالين في الكول سنتر، فقلت لهم تخيلوا الرئيس التنفيذي كده معدي راح جاي ورئيس القطاع، تعالى يا ابني بقول لك ايه، انتوا اخبار التارجت بتاعكم ايه والسوق والماركت والبادجت واهداف الشركه ايه الاخبار؟ قال لي يا باشا انا موظف غلبان، انا بمسك سماعه التليفون حاتم التارجت بتاعي 120% والدنيا تمام، انت بتكلمني ليه؟ ودخل جوه قعد يتريق على رئيس تنفيذي مع اصحابه ان رئيس تنفيذي بيسالوا في الحاجات دي. جه في يوم تاني رئيس تنفيذي ورا رئيس القطاع راح واخد مستلم واحد تاني كده، قال له يا ابني السوق التارجت البادجت ايه الاخبار؟ قال له يا فندم انا جايب 70% للاسف، بس يعني كنت قاعد مع المدير بتاعي وعرفت ظروف القطاع والماركت، وامبارح كنت في ايفنت وشفت ولقيت والحكومه وفي ديل مصري مش عارف مين، وخلي بالك السيكتور بيحصل له ديسربشن بشكل فلاني، والشركه الصينيه المنافسه لينا نازله السوق بشكل مش عارف ايه. تخيل لما رئيس تنفيذي ورئيس القطاع هيجي يراقي مين؟ هيراقي ابو 70% ولا ابو 120% في الثانويه العامه او في التارجت؟ هيراقي ابو 70%. ليه؟ لان 120% ده لا موظف. خلي كلمه موظف دي موجوده بس في العقد، اوعى تخليها في دماغك، اوعى تشتغل في الحيز الذهني بتاع الموظف. اعرف السوق فيه، انزل واحضر ايفنتس، خليك مدير عشان تقدر تكون مدير فانكشنال، هتاخد حقك بس هتفضل موظف.